السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم تركي موزع مهرجانات تيم الأساطير. النهاردة أول درس في دروس تعليم اف ال ستوديو. إن شاء الله أول درس هيكون عن ازاي تعرف المايك على اف ال ستوديو وازاي تسجل على اف ال ستوديو. إن شاء الله كل الدروس الجاية والشروحات الجاية هتبقى شاملة على كل حاجة في الاف ال ستوديو في مجال المهرجانات، في توزيع وهندسة صوتية وكل حاجة. وعايز الناس تعرف ان انا اي حاجه اكون عارفها هعرفها لكم. اللي انا عارفه كله مفيش حاجه انا عارفها مش هعرفها للناس، حتى اي حاجه جديده اعرفها برضه هنزلها في دروس. واللي عنده استفسار او اي حاجه مش فاهمها في الدرس معين او اي حاجه بره الدرس احنا ما قلناش يتواصل معايا وانا ان شاء الله هعرفها. ده بروجكت انا هعمله نظام مذكره كده، ان هو احنا بعد كل درس الناس تنزل البروجكت دوت، هتلاقي اللينك بتاعه تحت الفيديو في اليوتيوب. الناس تنزل البروجكت دوت وتمشي معايا خطوة خطوة فيه. بعد كل درس ان شاء الله تسيف اللي احنا عملناه في الدرس، وان شاء الله في الاخر هتلاقي عندك بروجكت كويس ومحترم تسجل منه. هنبدأ نشغل البروجكت. تمام، البروجكت اشتغل اهو وادي الاف ال ستوديو. اول حاجة خالص هنبدأ نعرف كارت الصوت الوهمي اللي هو ال AISO for all version 2. هنفتح اوبشنز ونجيب اوديو سيتنجز تاني اختيار، هتلاقي برايمري ساوند درايفر، هندوس عليها نجيب ال ASIO for all version 2 ندوس عليه. نبدأ نلغي الحاجات اللي ملهاش لازمة. يعني الناس اللي بتسجل على اللابتوب هتلاقي عندكم مايك في اللابتوب هتلاقيه شغال، البرنامج ده مشغله فاحنا نلغيه. هيبقى بالظبط كده. هندوس على المفتاح دوت لغاية ما يجيب لي علامة الزائد دي، ندوس عليها. الحاجات اللي بتتحط في المكان دوت معينة، يعني مثلا السبيكر والميكسد ان والاتش بي اوت. اي المايك دوت ما مش هنلغيه، يعني هو بيكون كده هنلغيه. بالنسبة للناس اللي اختيار المايك ده بالنسبة للناس اللي عندها لاب، لو انت ما عندكش لاب وده كمبيوتر مش هتلاقي الاختيار ده ان شاء الله. كده احنا شغلنا اهو بنفس الطريقة دي، ونقفل ونقفل كده كمان. تمام. تاني حاجة الميكسر. الميكسر ده الماستر بتاع الميكسر طبعا ملناش دعوة بيه لأن ليه شروحات تانية برضه هقولها لكم. هنختار تراك معين، تشانل معين اهو انسرت 1 نخليه للتسجيل للفوكال بتاعنا. في حاجة لازم تعرفها ان الاف ال ستوديو عشان تشتغل عليه والدنيا تبقى تمام معاك لازم تبقى منظم جدا في شغلك. يعني تراك زي كده لازم نسميه اسم ونخليه بلون معين بحيث ان احنا منتوش ويبقى هو ده بتاع الريكورد. ممكن من طريقتين، طريقة هندوس كليك يمين اللي انا هعمله دوت مش شرط بس هو حاجة كده اللي انت بتنظم شغلك كالآتي. ممكن ندوس كليك يمين على الماوس كده ونجيب رينيم اند كولر وندوس عليها. الطريقة التانية في عندك بقرة في الماوس، هدوس عليها كده في النص هيجيب لك انسيرت نيم. هنبدأ نحط ار اي سي. طبعا برضو اللي عايز اوصله للناس ان دوت اختياري براحتك، عايز تعمله اعمله مش عايز براحتك، بس ده حاجة كده تنظم شغلك. ونبدأ نختار لون، اللون الأحمر مثلا اللي هو شعار التسجيل في العالم كله، ندوس انتر. كده احنا ميزنا التراك. هنروح وهنيجي هنلاقي تراكنا بتاع الفوكال لونه أحمر ومعروف اهو. تمام. نبدأ نوصل المايك عليه. نيجي عند نون دي وندوس عليها ونجيب ميكس الدين 1 وندوس عليه. نيجي نجرب المايك كده. قولو قولو قولو. تمام، المايك شغال وادي الإشارة اهي شغالة تمام 100%. نبدأ بقى نحط الفلاتر بتاعتنا. أولا كده الفلاتر لما بتحط في المكان دوت لما بنيجي نفتح كده أول ما نكون مسطبين الاف ال ستوديو جديد ما بنلاقيش الفلاتر زي الأوتو تيون والديلاي والريفيرب ملهمش موجودين هنا، فبندوس على مور وبنعمل ريفرش من هنا وفاست سكان. هنتلاقي الفلاتر جديدة معمولة باللون الأحمر ونبدأ نختار الأوتو تيون اهو الديلاي والريفيرب اللي معظم الناس بتستخدمه. ونبدأ نختار الفروتي اي كيو والاوتو تيون ومثلا الديلاي الريفيرب
والديلاي، ونبدأ نخش بقى على يعني على موضوع الوزنيات. بالنسبة للوزنيات عايز بس أعرف الناس إن في حاجة، ما تخليش حد يجي يقول لك أنا النهاردة جبت وزنية مش عارف إيه وبريسيت إيه مش عارف مين فلان الفلان. هي مبتبقاش كده، هي بتبقى نظام إن أنت كل أغنية وليها طريقة، كل أغنية وليها كاريزما وليها طقوس خاصة بيها اللي هي اللي بتبقى الوزنيات. فانت تظبط وزنياتك حسب الشغل بتاعك. هنبدأ بالاي كيو، هنخليه مثلا كده. الوزنات اللي بعملها دي دلوقتي حاجة كده يعني ايه، مع يعني معظم الناس بتعملها يعني. هنخش على الاوتو، لا زي ما احنا نجيب الاوتو تيون تاني، معلش. هنبدأ نظبط الاوتو تيون كده اهو. اللي مثلا دي فلات، اي حاجة يعني. والريفيرب طبعا الوزنية المعتادة اللي الناس طبعا معظم الناس بيعملوها اهي كده، تمام. والدراي مثلا خليه كده اهو، تمام. نبدأ نجرب ونسمع الصوت. قولوا إيه تمام. الصوت مظبوط معانا. طبعا دي الباترنات اللي هي نحاول نعمل باترن كده هادي عشان نسمع صوتنا بس عليه كده. ده نسمع تمام كويس. طبعا هنجيب البلاي ليست اللي هو ده اهو، ونبدأ نرص فيه الباترنات دي اهي. نقف اول حاجة نتأكد ان الميكسر واقفين على التشانل اللي احنا اخترناه بتاع الصوت، لان ممكن تبقى واقف على اي تشانل من دول، فلازم ترجع تاني للتشانل ده وتقفل الميكسر كده، وتبدأ تسجل من المايك هنا. تبدأ تسجل تسمع 3 تكات وتبدأ تسجل عليه. زعلان من نفسي وعلى نفسي ده انا كل ذنوب، انا عشان يا رب تكون جنبي ده انا نفسي اتوب. زعلان من نفسي وعلى نفسي ده انا كل ذنوب، انا عشان يا رب تكون جنبي ده انا نفسي اتوب. انا زعلان من نفسي اكيد. تمام. ونوقف التسجيل، نبص نلاقي التسجيل اهو قدامنا. عايزين نشغل نقفل اول لمبة الحمراء بتاعت الريكورد، نشغل. زعلان من نفسي وعلى نفسي ده انا كل ذنوب، انا عشان يا رب تكون جنبي ده انا نفسي اتوب. زعلان من نفسي وعلى نفسي ده انا كل ذنوب، انا عشان يا رب تكون جنبي ده انا نفسي اتوب. انا زعلان من نفسي اكيد. تمام تمام. عايزين بقى نسيف اللي احنا عملناه دوت على شكل MP3 او تراك. بندوس على فايل واكسبورت هنا وMP3، نختار اي مكان طبعا، ندوس سيف واسم الاغنية. نتأكد بقى ان من حاجة ان دي تبقى 32 بايت وان دي تبقى 320 كده، وندوس ستارت وكده نبقى احنا سيفنا الاغنية وسيفنا التراك. وبكده يكون خلص درس ازاي تسجل على FL Studio. ان شاء الله استنونا في دروس جاية، ورب تكونوا استفدتوا معانا. يا رب كده. بس احنا مش عايزين غير لايكات للصفحة، وتابعونا دايما، وسبسكرايب للقناة بتاعتنا على اليوتيوب. وان شاء الله لو في اي استفسار تواصلوا معايا، وانا مش
ان شاء الله هبقى معاكم بكل خطوة بخطوة لغاية ما توصلوا لحاجة كويسة ان شاء الله. ويا رب تكونوا استفدتوا، وشكرا للمتابعة.